عمرك سألت نفسك لو انت ما اتولدتش في نفس ظروفك دي هل كنت هتبقى ناجح ومؤثر ومشهور زي ما انت موجود دلوقتي؟ لو الظروف ما كانتش اتهيأت لك ولا كان الوضع كان اختلف؟ مش كل الناس اتولدت وعندهم نفس القدر من الفرص، ولا اتولدوا وعندهم نفس البداية من فرص وتعليم ودعم مادي ودعم معنوي. لا، في ناس بدأت من بعد كده، في ناس اتولدت وهي عند خط النهاية فضل لهم يعتبر 10 متر او متر واحد ويوصلوا لخط النهاية ويوصلوا لكل اللي بيحلموا بيه. هي دي معنى مقولة الحياة غير عادلة. عارف انت الفيديوهات اللي بتيجي على التيك توك تبقى فلاتر ابيض واسود موسيقى حزينه ويقول لك الحياه غير عادله؟ هي دي معناها. زي ما في ناس اتولدت وهي متهيأ لها كل الظروف المناسبه زي دعم وتعليم وفرص ماديه ومعنويه، في ناس تانية اتولدت وهي بتجري ورا لقمه العيش من اول يوم، مش بيفكروا في نجاح وفرص تعليم احسن، هم بيفكروا بس ازاي يعيشوا. احنا بنشوف يوميا اطفال في الشوارع بيجمعوا الزباله، مش بيفكروا في تعليم ولا فرص احسن ولا بيعيشوا طفولتهم في انهم يلعبوا مع اصحابهم. لا، دول بيفكروا بس ازاي يقضوا اليوم ده. السؤال الحقيقي مش انت نجحت ولا لا، السؤال الحقيقي هو لو اتبدلت الاماكن دي وانت بقيت مكان اي حد من اللي بتشوفهم وربنا ما كرموش بنفس المستوى اللي اهلك عيشوك فيه، هل كنت هتبقى ناجح وغني؟ او على الاقل هيبقى نفس تفكيرك، عقليتك هتبقى نفس عقليتك دلوقتي؟ اظن الاجابه هتختلف. في فيديو لنجيب ساويرس المذيع بيسال انه لولا ثروه ابوه هل انت كنت هتبقى نجيب ساويرس من اغنى الناس في مصر؟ رد عليه نجيب قال له قطعا لا، ابويا وفر لي كل السبل كل الفرص اللي انا محتاجها بحيث ان النجاح يبقى في العيلة عندنا شيء طبيعي وشيء متوقع، الإتقان في العمل من محبة الله من خشية الله. فيديو متداول لنجيب ساويرس وهو بيرد على سؤال صريح جدا: كنت هتبقى مليونير لولا فلوس والدك؟ ساويرس قال: لا طبعا، لولا سمعة ابويا كنا مستحيل نوصل للي احنا فيه. واضح ان النجاح مش فلوس بس لكن سمعة وتربية. فعشان كده بقول لك لو اتبدلت نفس الأماكن هل أنت كنت هتبقى نفس الشخص ولا الموضوع كان هيختلف؟ ناس كتيرة لما تسمع عن حد ناجح أو وصل لمكانة كبيرة بيقولوا إن هو شاطر ومجتهد أو الموضوع كله هو شوية اجتهاد وسعي عشان كده وصل للنجاح ده. أنا شخصيا ما كنت مقتنع بده، بس بيغفل جزء كبير من نجاح أي شخص هو البيئة اللي اتعلم منها، الظروف اللي اتهيأت. أي نعم، عندنا مثلا في مصر أي حد نجح او وصل حاجه يقول لك ده بس مجرد شخص محظوظ او مثلا حرامي او نصاب، خاصه لو حد بقى رجل اعمال او غني يقول لك ده تلاقيه مثلا مشي في سكه شمال. ده عندنا في مصر هنا بالذات يقول لك ده سرق، ده عمل، يعني حتى موضوع الشطاره ولا بتاع ده لا، احنا عندنا حد ما دام نجح يبقى كده عمل حاجه غلط او عمل حاجه حرام. فالسؤال الحقيقي لو انت شخص توفرت لك الظروف المناسبه والمثاليه هل هتستخدم اللي عندك وتستغله احسن استغلال ولا هتضيعه وهتبقى عبرة زي ناس كتير اتوفرت لهم كل الظروف بحيث ان النجاح يبقى شيء طبيعي وللأسف بقوا عبرة زيهم زي اي حد تاني؟ فكر في الكلام ده كويس. ولا الظروف كانت هتكسرك واللي معطلك عن تحقيق احلامك هي الظروف ولا في كسل وتسويف منك؟ ما تنساش تكتب لي كومنت وتقول لي رايك واعمل شير الفيديو ده، يمكن حد محتاج يسمعه ويعرف ان جزء كبير من النجاح خارج عن ارادة، خارج عن مقدور سيطرة، خاصة احنا هنا في العالم العربي او زي ما بيقولوا دول العالم الثالث. تنساش تتابعني عشان نشوف فيديوهات تانية كتير على الفترة الجاية. سلام.